أصدقائي صديقاتي متابعي الكرام، طابت أوقاتكم أينما تواجدتم. بمناسبة قدوم عيد الفطر السعيد أقدم لكم أحر التهاني وأسمى التبريكات، راجيا من العلي القدير أن يعيده عليكم وعلى ذويكم بالصحة والعافية وتحقق الأمنية إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير. بعد صيام أيام شهر رمضان المبارك يأتي يوم الفاتح من شهر شوال، وهو يوم عيد الفطر، ذلك للاحتفال بإتمام الصيام. وهذا الاحتفال يكون للكبير والصغير. احتفال الكبير يكون لأنه أتم صيامه للشهر الفضيل، فيحتفل بالحرص على زيارة الأقارب وصلة الرحم بهم بعد صلاة العيد، وكذا بإخراج زكاة الفطر، وذلك لإعانة وإسعاد الفقراء والمحتاجين. أما الأطفال فينتظرون العيد بفارغ الصبر ليحظوا بمكافأة مالية من ذويهم وأقاربهم، أو ما يصطلح عليه بالعيدية. والعيدية عبارة عن هدايا يمنحها الكبار للصغار، وتختلف أشكال العيدية من مكان لآخر، وذلك حسب سن الأطفال. فيمكن أن تكون الهدية عبارة عن حلوى أو ألعاب، ولكن أفضل ما يحبه الأطفال هو المال، حيث يكون بإمكانهم اختيار مشترياتهم حسب أذواقهم. فمن منا لا يتذكر فرحة ليلة العيد، هذه الليلة البطيئة حيث تكاد عقارب الساعة لا تتحرك فيها من قوة وشوق انتظارنا للصباح. فقد كنا ننتظر شروق الشمس بفارغ الصبر من أجل أن نلبس ملابسنا الجديدة، وكذا من أجل شراء الحلويات والمشروبات. لكن النوم كان يغيب عن أعيننا، وإذا حضر لفترات وجيزة ومتقطعة كنا نلبس الملابس مرات عديدة في أحلامنا ونأكل أشهى الحلويات قبل أن نستيقظ ونعيد الحلم من جديد. وبعد صلاة العيد كنا نعمل من أجل الحصول على الأموال من عند الأب وباقي الأقارب الكبار، ثم نفتح حصالة الأموال. وأذكر شخصيا أننا كنا نتنافس نحن أبناء الحي من أجل جمع أكبر مبلغ ممكن، ومن أجل الفوز بهذا اللقب المعنوي كان البعض منا يجمع المال طيلة شهر رمضان أو حتى قبله. وللإشارة فالعيدية التي تقتصر اليوم على الأطفال كانت فيما مضى مخصصة للكبار قبل الصغار. فقد ظهرت العيدية لأول مرة في مصر في العهد الفاطمي على يد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي، الذي أراد أن يستميل الشعب إليه في بداية حكمه للبلاد. فكان يحب أن يرى الناس مسرورة وسعيدة، وهو نوع من الدعاية لنفسه. وقد عرفت العيدية وقتها باسم الرسوم أو التوسعة، فقد كانت الدولة توزع النقود والهدايا وملابس العيد على المواطنين ورجال الدولة. وقد كانت الدولة توزع النقود والهدايا وملابس العيد على المواطنين ورجال الدولة، كما كانت تهدي الدراهم الفضية للفقهاء وقراء القرآن الكريم. ومع توالي السنين لم تتغير هذه العادة كوسيلة لنشر الفرحة بين الناس بمناسبة العيد. ففي العصر المملوكي أصبح اسمها الجماكية، وهو مصطلح فارسي يعني العطية المادية، وكانت تقدم على هيئة طبق به حلوى فاخرة ودنانير فضية أو ذهبية. فقد كان السلطان يقدمها للأمراء وكبار رجال الجيش،
وكانت تختلف قيمتها باختلاف رتبة ومكانة الشخص الاجتماعية، فكلما كبرت مكانته كبرت قيمة الهدية. كما أن السلطان كان يأمر بذبح الأضاحي وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين من الناس، وكذا إقامة الموائد طيلة أيام العيد. وأيضا كانت توزع أكياس من الدراهم على الناس وتوزع الملابس على المحتاجين. أما في العصر العثماني فصار تقديم العيدية يقتصر على الأطفال، وذلك في صورة نقود، بعد أن كان يتم تقديمها للأمراء ورجال الدولة والمواطنين، حيث يمنح الأب والأقارب الكبار العيدية للأطفال، وذلك بعد صلاة العيد مباشرة. أما في عصرنا الحالي فلا يختلف عن العصر العثماني، فالعيدية تمنح من طرف الكبار للصغار، سواء كانوا من الأهل والأقارب أو الجيران. وعلى الرغم من كونها عادة قديمة إلا أنها لم تفقد بهجتها وقيمتها حتى اليوم، لأنها تضفي بهجة وسرورا على الأطفال المحتفلين بالعيد، بل هي من بين أهم مظاهر العيد. ولا عيد بدون العيدية، لأن العيد الحقيقي هو عيد الأطفال، لأنه مناسبة تتحقق فيها العديد من المكتسبات التي لا تتوفر طيلة أيام السنة كما قلنا. أعزائي عزيزتي، آمل أن ينال الموضوع إعجابكم، وأدعو الله أن يعيد عليكم العيد السعيد باليمن والبركات وتحقق الأمنيات. كما أمل أن تدعموا وتشجعوا قناتكم بالاشتراك والإعجاب، وكذا تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. وسأكون سعيدا بمشاركتكم رابط الفيديو ليصل لأكبر عدد ممكن من المشاهدين. إلى أن ألتقيكم في فيديو جديد، تقبلوا مني أصدق وأحر التحيات. إلى اللقاء.